مساء الخير عملائنا الكرام. النهارده جايبين ديب فريزر ادراج اريستون، ماركة اريستون. تمام، نو فروست. ده شغال بالكارتة. نظام شغل الديب فريزر دوت ان هو شغال بكارتة. هنا العميل اشتكى كذا مرة ان الكارتة كل ما بتتصلح عنده مشكلة في الكهرباء. كل ما بيصلح الكارتة للأسف الكهرباء بتضرب الكارت عنده، وصلحت كذا مرة، واخر مرة جاله فني شال الكارتة ومرجعش تاني. فاصبح الديب فريزر بالنسبة له كده واقف ملوش اي قيمة، لان طبعا انتوا عارفين الكارتة والكنترول دي حاجة اللي هي العقل الالكتروني بتاع الديب فريزر اللي بيقسم تشغيل السخانات وتشغيل الموتور والمروحة. احنا عدلنا على الدايرة بتاعته، وشايفين دلوقتي درجة الحرارة جوه واصلة لسالب 29.9، يعني سالب 30 تحت الصفر. طبعا دي درجة ممتازة جدا بعد التعديل. تمام، التعديل اللي احنا عملناه، انا طبعا قصدت ان انا اصور لكم درجة الحرارة كده قبل ما افتح الديب فريزر. التعديل اللي احنا عملناه، لو احنا فتحنا كده، هنا كده مكان الكارتة اللي اتشالت واتلغت. تمام، واضح هنا الازازة متجمدة على الاخر والبرودة واضحة. تمام، فتم ان احنا قسمنا دايرة الكهرباء. ده مكان الترمومتر اللي قايس درجة التبريد. قسمنا دايرة الكهرباء هنا وطلعنا اطراف السخانات واطراف المروحة واطراف السيرموديسكات. نقفل تاني. تمام، الكلام ده كله دايرة الكهرباء دي كلها طلعناها من ورا هنا اهو. عملنا دايرة كنترول بديلة للكارتة، دايرة كنترول عملية، بتبقى عملية جدا. الفكرة بتاعتها حطينا ترموستات طبعا نفروست، حطينا تايمر اللي هو بيقسم تشغيل موتور التلاجة والمروحة 6 ساعات. تمام، وتشغيل السخانات نص ساعة. حطينا دايرة كهرباء اللي هي بتشغل المروحة اللي جوه 12 فولت. وقسمنا دايرة الكهرباء بالكامل جوه الكنترول ده. دي كده الترموستات، احنا كده عاملينه على رقم 7. تمام، معانا من 7 لغاية رقم 1 والزيرو تفصل. تمام، وكده الحمد لله بالنسبة للتبريد هو محقق. تمام، ده موتور R600. التعديل ده، الموتور ده شغال بكباستور 4 ميكرو فراد. تمام، وادي دايرة الكنترول طبعا في ظهر الديب فريزر. انتوا عارفين طبعا المفروض ظهر الديب فريزر يبقى بعيد عن الحيطة مثلا بتاع 10 سم ولا حاجة. ده مكان دايرة الكنترول اهو. طبعا احنا فتحنا فتحة من جوه ورا العلبة دي للفريزر عشان نطلع الأطراف كلها، والفتحة دي تسدد بمعجون. وزي ما انتم شايفين تقفيل العلبة مفيش فيه أي تسريب حاجة. تمام، مركز الراعي الصالح، مهندس مجدي مكرم، 012-245-42-034. مهندس أمانون مجدي، 012-255-19-77. بنقول لك إن أي جهاز فيه مشكلة معاك إن شاء الله ليه عندنا أكتر من حل وأكتر من تعديل. كلها تعديلات بتكون عملية 100%، بعيدا عن مشاكل الكهرباء اللي بتعملها مع الكارتات. والحمد لله كده الديب فريزر محقق سالب 30 تحت الصفر زي ما شفتوا. نشكركم على المتابعة، شكرا.